هنعمل الفراخ النهارده بتتبيلة سريعة جدًا، مش هتحتاجي يعني تركني الفراخ في التتبيلة ديّة. لو كنتِ مستعجلة هتتبلي الفراخ بتاعتِك على طول إن شاء الله، وتشويها وبألف هنا وشفا، والطريقة هتطلع معاكِ تحفة جدًا. هنضيف شوية مكونات هتضبط معاكِ التيست بتاعة الفراخ، وكمان هتسرّع من التسوية بتاعتها. بس أهم حاجة ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نسمي الله وندخل نشوف عملنا العظمة اللي قدامك دي والفراخ المشوية الحلوة دي الدايبة دوب ازاي في أقل وقت، وحرفيا ما أخدتش معايا وقت في التسوية، وما استنيتش عليها في التتبيلة لأنها اتشربت التتبيلة ديت بسرعة جدا. أول حاجة في البولة بتاعتك هتنزلي بعصير ليمونتين كبار. التتبيلة ديت حلوة وتتبيلة معتمدة، تقدري تستخدميها في شوي الفراخ أو في تتبيلة الشيش طاووق، كمان لو عندك ديك رومي. كان ناقص التتبيلة ديّة زبادي، بس عايزة أقول لِك إن النتيجة طلعت تحفة جدًا من غير الزبادي، بس لو حطيتِ زبادي كمان هيدّي معاكِ طراوة للفراخ أو أي حاجة بتشويها. خلّينا في مكونات التتبيلة، نزلنا بليمونتين كبار، وبعد كده نزلنا بمعلقة حلوة كبيرة كده من دبس رمان. عايزة أقول لِك بيدّي طعم خطير جدًا، خصوصًا لأي حاجة بتشويها في الفرن. معلقة كبيرة من الكاتشب، والسكر اللي في الكاتشب هنا هيسرع من تسوية الفراخ ويديها طعم حلو. كمان معلقة كبيرة من الصويا صوص، وهننزل بعد كده بالبهارات. نزلنا بمعلقة كبيرة من الكركم هيدي لون حلو للفراخ، ومعلقة صغيرة من القرفة، فلفل اسود، والبهارات ديت بتاعتك انت تقدري تتحكمي فيها. كمان نزلنا بمعلقة صغيرة من الثوم البودر، ونزلنا هنا بظرف كده من اللي هو ال11 بهار. خلاص، وهنبدأ ننزل بقى بالملح، وتظبطي بقى على حسب الكمية اللي عندك. ونزلنا بحوالي ربع كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض. كل الحاجات دي هتعمل ميكس رهيب جدا في تشوية في شوي الفراخ، هيديها طعم حلو قوي. يعني التوابل دي هتختلط مع بعضها تدي ميكس جميل جدا في طعم الفراخ. بعد كده زي ما قلت لك هتظبطي بقى الملح على حسب الكمية اللي عندك، وقلبي وشمي احسن روايح في الدنيا ممكن تشميها. ريحة تتبيلة جبار، وزي ما قلت لك تنفع لحاجات كتير جدا زي الشيش طاووق، بتشوي ديك رومي، فراخ. الحاجات ديّة التتبيلة دي مُعتمدة فيها. وهنجيب الفراخ بعد ما غسلناها كويس جدًا ونقعناها في محلول النقع، هنمسكها نعمل فيها فتحات كتيرة على قد ما تقدري في كل حتة من أجزاء الفرخة عشان تشرب التتبيلة بسرعة جدًا. أنا مش هاركنها في التتبيلة ديّة كتير، زي ما قُلت لِك كنت مستعجلة وعايزة أشويها بسرعة. ونسيت أقول لِك كمان من التتبيلة أنا حطيت معلقة من الخل الأبيض. ومسكنا الفراخ ودلكناها كويس جدا بالتتبيله ديت لغايه ما اتاكدت كده ان كل الفراخ شربت من التتبيله. والفتحات الصغيره ديت زي ما قلت لك هتساعد ان هي تمتص التتبيله بسرعه. ويلا على سيخ الشوي والفرن يكون سخن، ونشغل الشوايه من فوق الفراخ تاخد لون. وبعد كده شايفه الصاج اللي تحت ده انا حطيت فيه ميه، وبقيت شويه من التتبيله عشان كمان ريحة البهارات تطلع على الفراخ وهي بتتشوي. وهنسيب الفراخ لغاية ما تاخد لون من الشواية، وبعد كده تكمل سواها من تحت زي ما قلت لك. والمية هنا بتسرع التسوية، بتخلي الفراخ تكون جوسي وطرية ما تنشفش منك. وهنا بقى يلا نقدم الفراخ بتاعتنا بألف هنا وشفا، فعلا ما أخدتش وقت. تقريبا كده الفراخ ديت وزنها الفرخة كيلو و300، من كيلو و300 لكيلو 400 جرام، فكانت صغيرة فما أخدتش وقت في التسوية. حاولي لما تيجي تشوي فراخ تختاري الفراخ يكون حجمها ما يتعداش الكيلو ونص، ده بيكون افضل يعني وبيديكي نتيجة حلوة. خلاص سكري في حجم الفراخ، هتستوي معاكي جدا في الفرن ومش هتاخد معاكي وقت. وبعد كده حمرنا شوية بطاطس بقى، احنا الوقت بصراحة سرقنا يعني. وهقدم معاها طبق كاتشب حلو كده ألف هنا وشفا. تقدري تاكليها بقى جنب مكرونة، أو تاكليها عيش، تعملي طبق كمان طحينة. وكده تكون الفراخ بتاعتنا استوت. تعالي كمان هعمل لك اختبار صغير كده على صدرها، بصراحة ما كنتش حابة يعني ابوظ الشكل بتاعها، حابة ان هي تتقدم كده.
ف هنشوف كده حتة صغيرة من الصدر قد إيه مستوية وزي الفل، وزي ما قُلت لِك كل ما كان وزن الفراخ صغير كل ما هيدّيكِ نتيجة حلوة وهتستوي بسرعة جدًا ومش هتاخد معاكِ أي وقت